يلا بقى بينا نعمل احلى بسكويت للشاي، مش هياخد مننا وقت خالص. انا هنا عندي الخمس بيضات بتوعي، هضيف لهم كوبايه ونص او كوبايتين الا ربع من السكر البودره، وسنه ملح والفانيليا، وكوبايه نصها سمنه ونصها زيت. دول هقلبهم مع بعض كويس، سواء في الخلاط او بالهاند بلندر او بالمضرب اللي يعجبك. هضيف لهم سنه ملح، وهضيف لهم معلقتين من معجون قشر البرتقال، وهبتدي بقى اضيف البيكنج باودر والدقيق بتاعي تدريجيا. لما هخلص بقى ابتدي افرد العجينه بتاعتي، واهم حاجه ضيفي الدقيق تدريجيا لغايه ما العجينه بتاعتك تبطل تلزق. هفرد بقى العجينه بتاعتي بالنشابه، وهبتدي استعمل قطعات البسكويت، واللي هقطعه طبعا هرصه في الصاج، وهكون مشغله الفرن على درجه حراره هاديه عشان البسكويت بتاعي ما يتحرقش، وهحطهم في الفرن. ما تنسيش بقى لو وصلتي للمرحله دي لايك وشير وسبسكرايب عشان عيلتي الصغيره تكبر بيكم. وفي حته عجينه فضلت مني في الاخر كمان ضفت لها كاكاو عشان الولاد يحبوه ويهتموا بشكله كده. بصوا بقى كان طعمه حكايه، احلى